ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. اللي اول مره يشوفني يشترك في القناه، يفعل زر الجرس ويضغط على كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. وحطوا اللايك يا جماعه، مش تخسروا اي حاجه لما تحطوا اللايك عشان الفيديو ده يستحق اللايك. ويلا بقى كده بينا. طبعا انتوا عارفين من عنوان الفيديو ده تجهيزات يا جماعه شنط رمضان. وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يجعله يا رب كده رمضان كريم عليكم باذن الله. هنا بقى تجهيزات شنطه رمضان. هنا بقى صورت لكم الحاجه كده على بعضها قبل ما نوزعها في الشنط. زي ما انتم شايفين كده معانا سكر ورز وشاي وجبنة ومكرونة وشعرية وزيت يا جماعة. وفي حاجة تانية برضو هنحطها في الكيس ده اخر الفيديو. اللي هيتابع معايا الفيديو للاخر هيتفرج حصر يا جماعة، ده حصر على اليوتيوب، اول مرة ينزل على اليوتيوب ده يا جماعة. الحاجة اللي هنحطها في شنطة رمضان بقى حاجة قوية جدا، اول مرة هتشوفوها على اليوتيوب. احنا طبعا عملناها السنة اللي فاتت وبنعمل شنط رمضان، بس انا اول مرة اصور معاكم بصراحة السنة دي، لان ما صورتش معاكم قبل كده بصراحة. فانا حبيت السنة دي ان انا اصور معاكم تشجيعا مش اكتر، تشجيعا يا بنات. اللي حابب يساهم لو بكيس واحد، لو شنطة واحدة بس هتعملها كده لجارك لحد تعرفيه، يعني فاهمين؟ شنطة واحدة بس هتفرق معاكي كتير في الايام العادية. انا بقول عادي في اي يوم في السنة ممكن نطلع فلوس اللي ربنا يقدرك عليه، لكن على دخلة رمضان بصراحة شنطة رمضان بيبقى لها فرحة تانية. هنا بقى بنعبي الشنطة زي ما انتم شايفين كده. بنحط واحد سكر، واحد رز، اتنين شعرية، اتنين مكرونة، ازازة زيت، باكو شاي، علبة جبنة. وبعد كده بقى هوريكم الحاجة التانية في الاخر اللي احنا هنحطها. هنا بقى ملمومين كلنا مع بعضينا سلايفي زي ما انتم شايفين كده. هنا بقى كلنا بقى السلايف مع بعضنا وسيلفي طبعا معانا. ربنا يا رب ما يغيبهم ابدا، هو واخواته كلهم. ربنا يا رب ما يغيبهم ابدا كده ويدومهم في حياتنا دايما. وربنا يعني يدوموا علينا يا جماعة. و... وربنا ما يقطع لناش عادة يا رب، اللهم امين. هنا بقى الفرحة زي ما انتم شايفين كده. اخر حاجة دي اللحمة يا جماعة، اخر حاجة دي بقى حطينا كده اللحمة. طبعا اللحمة هتفرح كتير جدا، انتوا عارفين بعد ارتفاع الاسعار والغلا اللي احنا فيه ده، فكيس اللحمة هيفرح جدا مع الشنطة كده بتاعة رمضان. فعلى قد ما تقدروا حطوا يا جماعة، على قد ما تقدروا طلعوا. طبعا لها فرحة. انا زي ما قلت لكم الفلوس يعني في اي يوم من الايام تقدري تعملي تطلعي فلوس، لكن في دخلة رمضان كده شنطة رمضان لما بتوديها لحد تبقى لها فرحة كده ولها طعم تاني طبعا. هنا الاولاد حوالينا وفرحانين وكلنا فرحانين. انا عامه ما بصحاش بدري خالص، ما بحبش الصحيان بدري، بس في اليوم ده مع الفرحه وان انا مبسوطه وبستنى اليوم ده من السنه للسنه، انا قمت بدري وصحيت كده من نفسي بقى، ولا منبه ولا اي حد صحاني. انا صحيت من نفسي من الفرحه بقى ومستعديه لليوم ده. هنا زي ما انتم شايفين كده خلصنا الشنط وحطيناها جنب بعضها في كل حته جزء كده، وهنبتدي بقى في التوزيع. وهنا قاعد طبعا حمايه، ده اللي قاعد يا جماعه. ربنا يا رب يدوموا كده في حياتنا، هو وحماتي، ربنا يبارك لنا فيهم يا رب ويدوم وجودهم معانا في حياتنا. وربنا يخلي سلايفي كلهم وولادهم ويفرحكم جميعا وكل اللي بيسمعنا. وان شاء الله يكون رمضان شهر خير كده وشهر فرحة، وربنا يوسع رزقكم يا رب ويوسع رزق الناس كلها. هنا بقى مسك دي اللي بتلعب، دي اصغر حاجة عندنا يا جماعة، دي وش الخير والسعد. دي اصغر حاجة عندنا، دي راحت بقى عملت عبرة، والكتكوتة بقى دي البركة بتاعتنا. حاجة كده أمرايا، ربنا يحميها يا رب ويحرسها هي وكل الأطفال جميعا يا رب. هنا بقى آخر حاجة دي يا جماعة، ده الشنط بقى كده، والشنطة دي الكبيرة اللي كان فيها اللحمة خلاص فضيناها. وهنا بقى الكراتين فضيت، واقول لكم يلا يلا بقى سلام.